أنا مش مصري كفاية ولا صيني كفاية. ودلوقتي أنا في الصين وباسأل نفسي هل أنا يعني ممكن أكون منتمي هنا أكتر من مصر؟ أنا أصلًا اتولدت في الإمارات وجيت مصر وأنا عندي 9 سنين، وأكتر حاجة أنا عرفت إن أنا مختلف. ناس نادوني بالصيني، وناس ضحكت عليَّ، وناس كانت بس مستغربة. بس من جوايا كنت باحس إن أنا مش مصري كفاية ولا صيني كفاية، يعني مش مقبول 100%. اللي هو لمّا أروح مكان باكون العادي يعني، اللي هو ده شخص، لأ لازم حد يشوفني يقول لي ده مش زينا، ده مختلف. وأنا دلوقتي في الصين بلد نُص التاني، افتكرت ممكن أكون هنا مندمج وسط الناس أكتر، بما إن أنا كان شكلي يعني إلى حدٍ ما في مصر كان صيني. بس لأ، الناس هنا واخدة بالهم إن أنا عندي شوية ملامح مش صينية، فمش شكلي يعني مش صيني بما فيه الكفاية، فبيبان عليَّ باللهجة مع اللهجة بتاعتي اللي أنا باتكلم بيها بالصيني إن أنا مش صيني.